انت من عندها؟ بلد زينب، يبقى انت اكيد من المنيا. مفيش حد في مصر تقريبا ما اتعاملش مع حد من المنيا، والحمد لله كلنا بنشكر فيهم. بس لاجل الامانه تعال اقول لك ايه حكايه زينب. زينب دي كانت واحده جميله جدا، وكانت متجوزه مزارع وعندهم ارض على شريط القطر. وسنه 1918 وقت الاحتلال شافها عسكري انجليزي وحليت في عينيه، راح نازل معاكسها قدام جوزها. فطبعا جوزها راجل فلاح والدم جري في عروقه، راح قايم عشان يدافع عنها، راح الانجليزي مصفره قدامها. وطبعا من ساعتها زينب اتقهرت جدا، بس حلفت براس اللي خلفوها انها ما هتسيب حقها ولا حق جوزها، وبقت كل يوم تروح على السكه الحديد وتلاقي عسكري انجليزي هناك وتاخده على الغيط وتروح عامله معاه الجلاشه. وطبعا الارض كانت بتلم، اكيد فاهمني. وفضلت تعمل كده فتره طويله، وما كانوش عارفين العساكر دول بيروحوا فين، لحد ما عرفوا قصه زينب وحكموا عليها. ومن بعدها انتشرت حكايه زينب في الصعيد كله، عشان كده المنيا بقى اسمها بلد زينب. والحوار ما طلعش تنمر، ده طلع مدح. بس ده ما يمنعش ان صاحبك اللي معاك في الشغل من المنيا غالبا دول اللي اتبقوا من جنود الاحتلال، ما مشيوش معاهم. سلام.